في الفيديو ده انت هتعرف ازاي تجيب رقم اي بنت بكل سهولة. انا عارف انك راجل جامد وملو هدومك كده واي بنت تتمناك، ففي الفيديو ده هقول لك اسهل واسرع طريقة تجيب بيها رقم اي بنت انت عايزها، عشان يا عم بقى تحب وتلفلف كده وتعيش حياتك. بسم الله، توكلنا على الله. الطريقة الصح اللي هتقدر من خلالها تاخد اي رقم بنت انت عايزها هي انك تدخل البيت من بابه وتتقدم لها. والله دي الطريقة الصح والمضمونة اللي ربنا قال لنا عليها. اسمع بقى الفيديو للآخر عشان تعرف أنا عايز أقول لك إيه، وما تخليش الشيطان يضحك عليك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. يعني يا حبيبي ما ينفعش انك تروح توقف واحده تكلمها ولا تدخل لها على الخاص ولا توصل لها باي طريقه عشان تاخد منها رقم تليفونها وتعيش مع بعض بقى جو الحب واللفلفه بالليل والنهار. واكيد انت كمان نفس الكلام، ما ينفعش ان دوت يحصل برضو منك. وكمان الفعل ده اللي هو مصاحبه الرجال للنساء او مصاحبه النساء للرجال ده اصلا كان من فعل الجاهليه، ونزلت الايه في سوره النساء اللي ربنا بيقول فيها: واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. يعني مصاحبة الرجال للنساء ومصاحبة النساء للرجال ده حرام شرعا وما ينفعش. وخد بالك وخدي بالك ان العلاقة المحرمة اللي انتوا فيها مع بعض واللي فيها بتخرجوا مع بعض وتحبوا في بعض وتمسكوا ايد بعض ممكن جدا تجركم للزنا والعياذ بالله. تيجي بقى انت تقول لي يا عم ما تأفورش الموضوع وما تكبرهوش للدرجة دي. يا حبيبي ما هو شوشو اللي وسوس لك في البداية عشان تخش تكلمها وتخرجوا مع بعض وتحبوا في بعض، اعيد لك برضه هيوسوس لك عشان يوقعك في حاجة زي كده. هو مش واخد استراحة محارب يعني، لا ده أعيد لك وأعيد لها وأعيد لنا كلنا. طيب كده احنا اتكلمنا في الحكم الديني، تعالى كده مع بعض نفكر بعقلنا شويه، واللي هو بالمناسبه يعني لو خالف الدين ترميه في الزباله. هو انت ليه اصلا بتكلم بنت ومعاها في علاقه؟ هتقولي والله عشان بحبها وبفكر فيها طول الوقت وكمان عشان اضمن انها تكون ليا وما تروحش مني. تعالى كده نفصص الجمله دي واحده واحده. انت بتحبها، كلام جميل جدا. طب هو ايه الحب ده اصلا؟ يعني باختصار شديد اللي يخليك تحب شخص وتتعلق بيه هو انك بتشوف منه مواقف كتيره حلوه، زي مثلا هو بيقف جنبك على طول مش سايبك، بيعاملك معامله كويسه، بيحترمك، بيقدرك، حاجات زي كده كتير، فده بيخليك تحب الشخص ده. طب هل انت كشاب شفت منها مواقف زي كده خليتك تتعلق بيها وتحبها؟ وانت كمان شفت منه مواقف جميله وحلوه زي كده عشان كده اتعلقت بيه وحبيتيه؟ يعني في الغالب كده لا. يبقى هو كان ممكن يكون في البداية كان إعجاب وانت سلمت نفسك بقى وأشغلت عقلك وقلبك وفضلت طول الوقت بتفكر فيها وخلاص أقنعت نفسك إن انت بتحبها ولازم تكلمها. انت ما عشرتهاش يا حبيبي ولا انت كمان عشرتيه. يعني انتوا ممكن لما تتجوزوا تشوفوا مواقف من بعض ما كنتوش اصلا شايفينها قبل كده، وتشوفوا شخصيات جديده ما كنتوش شايفينها قبل كده، فتكرهوا بعض وتكرهوا اليوم اللي اتقابلتوا فيه واليوم اللي اتكلمتوا فيه، وتفضلوا بقى تحدفوا بعض بالطوب، وفي الاخر النهايه هتكون ان انتوا هتتطلقوا. لان العلاقه اللي انتوا فيها مع بعض دي عمرها ما هتوريك انت كراجل شخصيه البنت الحقيقيه، ولا عمرها هتوريك انت كبنت شخصيه الراجل الحقيقيه. فالحب بيتبني على مواقف، ودوت اللي بيحصل لما انت بتروح تتقدم لها وتشوفوا بعض في فترة الخطوبة وتشوف منها مواقف كتيرة وهي كمان تشوف منك مواقف كتيرة، فيبتدي يكون في مشاعر. وطبعا في الخطوبة مش هتصارحوا بعض بالمشاعر دي، ولكن هيكون في مشاعر بينكم، فساعتها تقدر تحكم على الشخص ده انت بتحبه ولا لا. لكن عكس كده لا انتوا الاتنين هتعرفوا بعض ولا انتوا الاتنين اصلا هتكونوا متأكدين ان انتوا بتحبوا بعض، وهيكون مجرد حب وهمي. لان الحب بيتبني على المواقف مش بيتبني على شويه نظرات وشويه كلام جميل ولفلفه. ولو افترضنا جدلا انك بتحبها فعلا فما تاذيهاش، لانك في العلاقه ديت بتاذيها وبتاذي نفسك وبتعلقوا نفسكم بعلاقه اصلا مش مضمونه، وبتفضلوا تستنزفوا مشاعركم على الفاضي. عايزها بجد يبقى روح على طول اتقدم لها. هتقولي بقى الظروف والدنيا وانا مش جاهز وخايف انها تروح مني. حبيبي هي لو مش مكتوبه لك سواء بقى كنت معاها في علاقه ولا ما كنتش معاها في علاقه مش هتتجوزها، والكلام ليك انت كمان، انتهى الامر. ولو هي مكتوبه لك يبقى تاخدها بالحلال احسن عشان ربنا يبارك لكم ويرضى عنكم ويهنيكم. طب انت مش جاهز يبقى تبعد وتروح بقى كده تشتغل وتسعى وتحاول لحد ما ربنا يكرمك ويرزقك، ساعتها تروح تتقدم لها. وطول الفتره دي كده تدعي ربنا انها لو كانت خير ليك ربنا يجعلها زوجه صالحه ليك، ولو ما كانتش خير ليك ربنا يبعدها عنك ويرزقك بزوجه صالحه احسن منها، ويرزقها هي كمان بزوج صالح احسن منك. فمفيش حاجه مكتوبه لك هتروح منك، ولو اجتمع اهل الارض كلهم عليك برضه مش هتروح منك. فانا ادخل مع البنت اللي انا عايزها علاقه في الحلال، وانت كبنت تدخلي مع الراجل اللي انت عايزاه علاقه في الحلال علشان ربنا يرضى عنكم ويرضيكم. غير كده هتكونوا بتضيعوا وقت وبترتكبوا ذنوب وبتستنزفوا مشاعر بعض على الفاضي.
فلو حضرتك او حضرتك دلوقتي في علاقه محرمه ابعدوا عنها فورا، وما تخليش بقى شرور يجي يضحك عليك ويقول لك انت كده هتظلمها وحرام عليك وبتاع، او يضحك عليك ويقول لك انت كده هتظلميه. لا، ده مش ظلم، لانك انت كنت بتعمل حاجه اصلا مخالفه لامر ربنا، ودلوقتي تبت منها وقطعت امر الله، فاذا ده مش ظلم. الظلم الحقيقي فعلا هو انكم تكملوا مع بعض في العلاقه وتستمروا في معصية الله. بس كده، أنا حاولت أجمع الموضوع دوت على قد ما أقدر، وأرجو إن أنا أكون ساعدتك في إنك تعرف الطريقة الصحيحة إنك توصل بيها لرقم أي بنت أنت عايزها بكل سهولة. لو عجبك الفيديو ما تنساش إنك تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتشير الفيديو لأصحابك، وأرجو يعني إنك تكون استفدت فعلا من الفيديو. كان معاكم محمد العشري، والسلام عليكم.